بيبدأ فيلمنا النهاردة عن طائر الإقلاق ده واسمه جونيور. بيحكي لنا إن من زمان والأطفال بتتولد عن طريق إن طائر الإقلاق بياخدها ويوصلها لغاية البيت، ودي كانت المهمة المقدسة لطائر الإقلاق. التعامل مع الأطفال طبعا كان صعب جدا عليهم، لكن الطيور كانت بتوصلهم وبتعمل كده بكل حب، وما بيزهقوش وما بيملوش من إن هم يوصلوا كل يوم الأطفال لبيوتهم. بتعدي الأيام على الشغلانة دي، واللقالق بتبدأ إن هي توصل بضايع كمان، إن بقت ليهم شركة شحن اسمها كورنرز ستور هي اللي بتتحكم في كل حاجة. بندخل مع جونيور الشركة اللي كانت مليانة بالطيور، والطيور كلها كانت مستنياه وبتحتفل بيه، وده علشان هو صاحب الرقم القياسي في الشركة لتوصيل الطلبات، وده كله كان بيعمله بسرعة وبدقة بالغة. واحد بيجيله في وسط الاحتفالات ده وبيقول له إن المدير عايزه ضروري، وكان واضح إن موضوع إن المدير يطلب طائر بعينه كان صعب جدا عليهم، وكانوا كلهم بيبقوا خايفين من كده. جونيور بيركب الاسانسير وفعلا بيطلع للمدير واللي كان اسمه هانتر في المكتب بتاعه. هانتر بيقعد يحكي له على الحكايه اللي احنا لسه حاكيينها، وبيقول له على الوقت اللي كانت الطيور فيه بتوصل الاطفال، بس ده قبل ما ينقلوا بضايع ويمنعوا نقل الاطفال. بنعرف ان كان في زمان طائر اسمه كاسبر، وكان المفروض ان هو هيوصل طفله صغيره اسمها تيوليب، لكن كاسبر قرر ان هو ما يوصلهاش لاهلها وان هو ياخدها ويربيها هو. هانتر بيقول له بعد فتره انا طردته وقررت ان انا اربيها معاكم هنا في الشركه، وده لاننا ما كناش عارفين هي بيت اهلها فين، وكاسبر هو اللي كان يعرف لان كان معاه مؤشر لاسلكي انكسر، وده اللي كان بيبقى مكتوب فيه عنوان الطفل. وبيقول له ان بسبب الحادثه اللي حصلت زمان دي واحنا لغينا او منعنا نقل الاطفال، وبقينا من ساعتها بننقل بضايع وبس. جونيور قال انا مش فاهم انت بتحكي لي الحكايه دي كلها ليه، انا مطلوب مني ايه؟ هانتر بيقول له ان في ترقيه قريب جدا ليه، وان هو عايز يمسك جونيور المدير مكانه لما هو يترقى، لكن عنده مهمه واحده بس، ان هو يطرد تيوليب البنت اللي اتربت معاهم دي من الشركه. يقول له يعمل كده بسرعه قبل ما تيوليب تدمر الشركه كلها. جونيور بيفرح جدا طبعا ان هو هيترقى ويبقى المدير، وبيخرج بسرعه علشان ينادي على تيوليب علشان ينفذ كده ويطرد. بنفهم ساعتها ليه تيوليب هتدمر الشركه زي ما هما بيقولوا. بنلاقيها عامله اختراع لنفسها كده علشان تطير بيه زي الطيور، ووقت ما بتيجي تجربه بتدمر المكان كله. جونيور بيتكلم معاها وبيقول لها ان هي من النهارده بقت حره، ممكن تروح المكان اللي هي عايزاه، وان هي مش ملزمه تقعد معاهم في الشركه هنا تاني. تيوليب ما كانتش فاهمه هو يقصد ايه بالظبط. جونيور هو كمان ما كانش قادر ان هو يطردها، فبيجيبها لها بطريقه تانية، وبيقول لها ان هو هيرقيها من النهارده، بيدخلها على غرفه الرسائل القديمه وبيقول لها ان هي اللي هتمسكها، ودي كانت الرسائل القديمه اللي البشر كانوا بيبعتوها عن مواصفات الطفل اللي هم عايزينه. تيوليب بتقول له ان الموضوع ده وقف من زمان وان احنا ما عدناش بنوصل اطفال، لكنه بيضحك عليها وبيقول لها لا لا احنا هنرجعه من اول تاني. وعلشان ما حدش في المصنع يشوفها والمدير يفتكر ان هو طردها، بيطلب منها ان هي ما تخرجش من الاوضه دي خالص. تيوليب بتفضل فعلا قاعده في الاوضه، لكنها ما كانتش لاقيه حاجه هتعملها. بنروح بقى لعالم البشر، وده الطفل نيت كان قاعد يلعب مع نفسه لوحده كده، لحد ما بابا بيقول له يلا علشان هنخرج كلنا سوا. نات واضح ان هو وحيد، وان هو نفسه في حد يهتم بيه ويلعب معاه زي بقيه الاطفال. بيطلب من اهله ان هم يجيبوا له اخت علشان يلعب معاها، لكن اهله واضح ان هم كانوا مشغولين جدا في الشغل حتى وهم سايقين العربيه، وبيقولوا له ان هي عيلتهم كده خلاص كامله. انشغالهم بالشغل عنه دون مخليهم ان هم مش عارفين يهتموا بيه خالص. ونات فعلا حس ان هو وحيد وكان نفسه في اخت علشان تلعب معاه. نيت وهو قاعد بيلعب مع نفسه كده بيدور في الحاجات القديمه بتاعت باباه ومامته، بيلاقي ساعتها اعلان قديم بتاع طيور النورس، واللي بيطلبوا فيه من اي حد لو عايز طفل ان هو يبعت لهم رساله. بسرعه بيقوم وبيجيب ورقه وبيكتب رساله، وبيقول لهم على مواصفات عيلتهم وان هم كمان محتاجين طفل رابعه معاهم، وبيمضي باسم باباه علشان اكنه هو اللي بعت الجواب. بيبعت الرساله وفعلا الرساله بتفضل ماشيه في البريد لحد في الاخر ما بتوصل للشركه. تيوليب اول ما بتشوف رساله جديده بتفرح جدا، بتقرر ان هي تاخد الرساله وتحطها في المكان المخصص ليها. ده في الوقت اللي جونيور كان بيتكلم مع المدير هانتر وبيقول له ان هو خلاص اتعامل مع مشكله تيوليب، وان هو دلوقتي بقى مستعد يمسك مكانه كمدير لما هو يترقى. وهو بيتكلم بتظهر قدامه تيوليب على الشاشه، وجونيور بسرعه قبل ما هانتر ياخد باله بيروح علشان يشوف هي بتعمل ايه. جونيور بيسالها هي ليه خرجت من الاوضه الفاضيه بتاعه البريد، لكنها ما كانتش فاضيه وكانت شغلت الجهاز بتاع الرسائل وحطت فيه الرساله فعلا. جونيور ساعتها بيتخض جدا وبيحاول بكل الطرق ان هو يوقف الجهاز، وفي وسط ما هو بيحاول ان هو يوقف الجهاز كده ضحى بجناحه وكسره علشان يوقفه، لكن ما قدرش ان هو يوقف الجهاز، وفعلا الرساله عدت فيه والطفل خرج من الناحية التانية. جونيور ساعتها بيتصدم من اللي حصل ده، وبيتخض اصلا ان جهاز الاطفال كان لسه شغال لغاية دلوقتي. بياخد بسرعة الطفل هو وتيوليب علشان يبعدهم عن عينين هانتر،
وده لانه لو شافهم اكيد هيطردوا هو معاهم اول واحد. بينزلوا لتحت الورشه اللي المفروض كانت تيوليب عايشه فيها، وبيشوف حاجه زي طياره كده تيوليب كانت هي اللي صنعاها من ضمن الاختراعات اللي هي بتعملها. يعني تيوليب بتقول له ان هي عملت الطياره دي علشان توصل الطلبات زيهم، علشان تحس ان هي واحده منهم. جونيور بيقول لها خلاص انت الفرصه جاتلك دلوقتي، انت هتاخدي الطفل دون وتوصليه للبيت اللي طلبه. وبيركب هو كمان معاها علشان يروحوا يوصلوا الطفل، وطبعا ما كانش يقدر ان هو يوصله لوحده علشان مش قادر يطير بسبب جناحه المكسور. اول ما بيخرجوا بالطياره دي بنلاحظ كاسبر وهو كان واقف بره ومراقب تيوليب. بنروح بقى للطفل نات واللي كان بيدور على خشب علشان يعمل سلم يطلع بيه على سطح البيت. ساعتها باباه بياخد باله وبيروح علشان يساله هو بيعمل كده ليه. بيقول له انا بظبط المكان علشان طيور النورس لما تجيب اخويا ترميه صح. وبيحكي له ساعتها ان هو شاف الاعلان القديم وكتب جواب ومضى باسم. باباه بيقول له ان الطيور اللي قالك دي ما عادتش بتوصل اطفال من زمان جدا، لكنه ما كانش يعرف اللي جايين في الطريق دول كانوا طايرين بالطياره بتاعه تيوليب وكانوا في طريقهم علشان يسلموا الطفل. لكن ساعتها الطفل بيقعد يعيط وتيوليب كانت عايزه تروح علشان تسكته، وده بيخليها تفقد اتزانها بالطياره ويقعوا بيها كلهم. جونيور بيتضايق جدا من اللي هي عملته، وكان شايف ان هي سبب المشاكل كلها اللي في حياته، وبياخد الكبسوله اللي فيها الطفل علشان هو يروح يوصلها لوحده، وده كله مع ان كان عنده جناح مصاب. بعد فتره في ذئاب بتحوط عليه وواحد فيهم بيخبطه، بيصحى علشان يلاقي نفسه مربوط وجنبه تيوليب وهي مربوطه هي كمان، لكنها بتبقى زعلانه منه ومش عايزه تتكلم معاه خالص. بيجي بعدها الذئاب ومعاهم الطفل، وده علشان كانوا عايزين ياكلوا الطفل ده قدامهم. بيتخانق 2 من الذئاب ساعتها على اللي ياكل الطفل، وكان واضح ان هما بيتخانقوا على قيادة القطيع كمان. واحد فيهم بيحاول ان هو ياكل الطفل، لكنه لما بيبص لعينه وبيشوف عينه البريئة دي ما بيقدرش. وحتى القائد بتاعهم هو كمان لما بيحاول ان هو ياكل الطفل ما بيقدرش. لا وكمان بيقرر القطيع بتاع الذئاب ده ان هما يتبنوا الطفل. تيوليب بتجيلها فكرة وبتضرب جونيور، وده بيخلي الطفل وهو تحت يقعد يضحك. الذئاب طبعا بتفرح ان الطفل بيضحك، فبيطلبوا منها ان هي تستمر في ان هي تضربه. بتطلب منهم ان هم يفكوهم علشان ينزلوا تحت علشان تقدر تضربه كويس. بيسمعوا كلامها وفعلا بينزلوهم هما الاتنين. بتمسك تيوليب خشبة كبيرة على انها تضرب جونيور، لكنها بتخبط بيها قائد الذئاب. وبياخدوا الطفل في الكبسولة بتاعته بسرعة وبيطلعوا جري. بيقدروا ان هم يوصلوا للطيارة بتاعتها اللي كانت وقعت، وبيزقوها بسرعة في المية علشان يستخدموها كقارب بدل ان هي تبقى طيارة. وبيقدروا فعلا ان هم يهربوا من الذئاب. مامة نيد بتحس بحركة غريبة فوق سطح البيت وبتخرج علشان تشوف نيد بيعمل ايه، لكن المفاجأة ان باباه هو كمان كان شغال معاه، وكان واضح ان هو اخيرا ساب شغله وقعد يهتم بابنه شوية. سارة مامة نيد بتاخد هنري باباه علشان تتكلم معاه على اللي هم بيعملوه ده، وبيتكلموا كمان في موضوع ان هم لسه ما خلفوش تاني من بعد نيد، وبنعرف ان هم ما خلفوش بسبب ان في مرض عندهم. هنري بيقول لها احنا واضح ان احنا قصرنا مع نيد كتير، وان احنا لازم نعوضه ونقضي معاه اكبر وقت ممكن. وبنشوف بعدها سارة وهي اقتنعت بالكلام وبتبدأ ان هي تكسر معاهم علشان تبني المكان اللي هينزل فيه الطفل. ونروح بقى للمجموعة بتاعتنا وهم ماشيين في المية. الطفل ساعتها بيقعد يعيط تاني، وتيوليب بتحاول ان هي تسكته وتغنيله، ولما بتفشل ان هي تعمل كده جونيور بياخد مكانها. والوقت ده الحمامه تودي كان الرئيس بتاع الشركه بعتها وراهم علشان تبقى مخبر عليهم، علشان كان حاسس ان في حاجه غلط وعايز يعرف ايه اللي بيحصل. بالليل بقى بنشوفهم وهم قاعدين ومولعين نار علشان يتدفوا. تيوليب بتعترف له بالسبب الحقيقي اللي هي صنعت ليه الطياره، وبتقول له ان هي عملت الطياره دي علشان تدور على اهلها اللي هي تاهت منهم وهي صغيره، ولغايه دلوقتي ما تعرفش هم فين وعايشين فين لان كاسبر ما وصلهاش لهناك. جونيور بيطمنها ان هي في يوم من الايام اكيد هتلاقي اهلها. وساعتها بنشوف الحمامه تودي وهو كان قدر ان هو يوصل لهم وكان مراقبهم. وبيشوف ساعتها ان جونيور مش لوحده، معاه تويلي وكمان معاهم طفل صغير. بيرجع بسرعه الحمامه ده ويروح للمدير هانتر وبيحكي له على كل اللي شافه، وعلشان كده هانتر بيعين تودي المدير مكان جونيور، وبيخرج هو بالطياره مع بقيه الحرس علشان يقدر ان هو يمسكهم قبل ما يوصلوا الطفل. تاني يوم الصبح بقى تويليب وجونيور كانوا بيكملوا رحلتهم علشان يوصلوا الطفل. اما نيد بقى في البيت بتاعه كان هو ومامته وباباه مستمتعين جدا بوقتهم، وكانوا اتغيروا معاه خالص وبقوا مهتمين بيه وبيلعبوا معاه. هانتر بيرجع الشركه بعد ما قدرش ان هو يوصل لهم. ساعتها تودي بيقرر ان هو يعمل فكره خبيثه، هيغير عنوان التوصيل بتاع الطفل للعنوان هما اللي هيحددوه، ويعملوا لهم هناك كمين علشان يقبضوا عليهم. بالليل بقى بنروح للمجموعه بتاعتنا.
واللي كانوا بيتسحبوا علشان يركبوا السفينة، لكن الطفل ساعتها بيعيط وكان هيكشفهم. بيسمع الأمن الصوت وبيروح ناحيته، لكن الجونيور بيحضن الطفل وبيحسسه بالأمان، وعلشان كده بيجروا علشان يوصلوا للسفينة. وساعتها بتظهر قطيع الذئاب اللي كان بيتابعهم علشان يهاجموه. بيقدروا إن هم ياخدوا الطفل منهم وبيجروا بيه، لكنهم بيجروا وراهم وبيقدروا إن هم يرجعوه منهم. وبيوصلوا بعدها لحتة موجود فيها أبواب إزاز كتير جدا، ودي كانت مشكلة كبيرة لجونيور لأن الطيور ما عندهاش القدرة إن هي تلاحظ الإزاز. تيوليب بتجري هي وبتعدي من الأبواب وبتقول له على الاتجاهات اللي هو يجري من خلالها، لكن في الآخر بعد ما بيعدوا كل ده قطيع الذئاب بينجح إن هو يحصلهم ويحوطهم. اللي بينقذهم ساعتها وبيتدخل كان الطائر كاسبر، واللي بيقدر إن هو ينقذهم من وسط المجموعة دي كلها وبياخدهم هما الاتنين. تيوليب بتزعق أول ما بتشوفه وبتقول له إن هي مش عايزة تشوف وشه تاني، وإن كل المشاكل اللي حصلت لها في حياتها بسببه هو، لانه موصلهاش لاهلها. كاسبر بيقول لها ان هو غلطان وان هو قضى معظم حياته علشان يجمع المرشد اللاسلكي، وده اللي المفروض بيبقى فيه العنوان اللي هي المفروض كانت تتوصل ليه وهي صغيره. وبيقول لها ان هو جمعه كله لكن فاضل للاسف اخر حته ومش لاقيها خالص. توليب بتقول له ان الحته الاخيره من المرشد ده معاها وكانت محتفظه بيها طول السنين دي، وفعلا لما بتركبها بيشتغل المرشد اللاسلكي وبينجحوا ان هم يحددوا مكان عيلتها فين. جونيور بيقول لتوليب ان هي تروح مع كاسبر علشان تروح عيلتها الحقيقية، اما هو بقى هياخد الطفل ده ويوصله للمكان اللي هو المفروض يروح فيه. توليب ما بترضاش وبتقول له ان هي عايزه توصل الطفل معاه الاول. جونيور علشان يخليها تروح لاهلها بيضطر ان هو يصارحها بالحقيقه، وبيقول لها ان هي ملهاش في شغل التوصيل ده خالص، وان هي مش واحده منهم، وان هي مهمته علشان يبقى مدير ان هو يطردها من الشركه. توليب ساعتها بتعرف ان هي لازم تروح لاهلها تودع الطفل وبتروح مع كاسبر علشان يوصلها. بيوديها هناك عند البيت اللي كان المفروض يوصلها ليه وهو صغير. كاسبر كان عايز يصور اللحظه دي ويوثقها، لكنه بيكتشف ان توليب اختفت من المشهد. جونيور كان وصل بالطفل عند بيت اهله، بيخبط على الباب علشان الباب يتفتح، وبيشوف ساعتها الحراس بتاع المدير، وزي ما قلنا المدير كان عامل له كمين علشان يمسكه. بياخدوا الطفل منه وبيربطوه في كرسي، بيسيبوه وبيمشوا، لكن بعدها بتوصل توليب واللي مرضيش ان هي ترجع لاهلها قبل ما تطمن على الطفل. بتدخل البيت وبتلاقي ان جونيور مربوط جوه، وهو بيقول لها على كل اللي حصل وان هم خدوا الطفل ورجعوا بيه الشركه. بيقرروا ان هم يرجعوا الشركه علشان ينقذوا الطفل ويروحوا يودوه لاهله، وهناك بيشوفوا ان في حفله كبيره واجتماع للطيور كلها. بيفضلوا ان هم يتسحبوا وبيتنكروا علشان يوصلوا للمكان اللي هم حاطين فيه الطفل. المدير كان معين مجموعه البطاريق دي كحمايه على الطفل، وهي اللي بتقومهم في طريق ان هم ياخدوا الطفل ويرجعوه لاهله. المجموعتين بيفضلوا ان هم يحاربوا في بعض، وكل ده كان من غير صوت وبهدوء تام علشان الطفل نايم ومش عايزين يصحوه، وده لان البطاريق نيموه بطلوع الروح. جونيور بيجيله فكره وبيرمي شويه اجراس كتير في الهواء، وطبعا البطاريق ساعتها بتضطر ان هي تمسك الاجراس دي بسرعه قبل ما يقع على الارض وتصحي الطفل. بعد ما بيعملوا كده بيكونوا هم خدوا الطفل ونزلوا في الاسانسير وبيهربوا بسرعه. كانوا راجعين تاني بيتسحبوا علشان يعدوا من وسط الطيور، لكن الطفل ساعتها بيعيط والمدير هانتر بيشوفهم. بيبعت الطيور وراهم وهم بيجروا بسرعه علشان يهربوا منهم. بيدخلوا يستخبوا في الغرفه القديمه بتاعه توصيل الاطفال، والمدير هانتر بيقعد يهددهم ان هم لازم يسلموا الطفل لو عايزين يخرجوا من هنا بسلام. توليب ساعتها بتقول له هي ان هي اللي بتهدده، ان هو لو ما سابهمش يخرجوا من هنا هتحط كل الجوابات القديمه في المكنه بتاعه الاطفال. ولما بيلاقوا ان المدير مش خايف من تهديدهم، فعلا جونيور بيركب الجهاز وبيشغله علشان جهاز الاطفال يسحب كل الجوابات اللي كانت مركونه من سنين. وبيبدا فعلا المصنع بتاع الاطفال ان هو يشتغل مره تانية ويطلع في الاطفال. هانتر بسرعه بيروح يجيب رافعه كبيره وبيقول لهم ان هو هيدمر الجهاز اللي كان المفروض يدمره من سنين، لكن ساعتها الطفل كان معاه الريموت اللي بيتحكم في المكنه دي، وبينجح ان هو يوقع الاله الكبيره اللي ركبها. ولما بيحس المدير ان هو خلاص هيقع بيسحب توليب معاه، لكن جونيور بينزل بسرعه وبينقذ توليب وبينقذ الطفل كمان ويطير بيه. في الاخر بنشوف ان جونيور هو اللي بقى المدير فعلا، وبيجمع الطيور كلها علشان يقول لهم سياسات الشركه الجديده. بيفكرهم بالمهمه المقدسه بتاعتهم اللي هم المفروض بيعملوها من زمان، اللي هي توصيل الاطفال. الطيور فعلا بتتحمس وبتقتنع بكلامه. بيقرروا ان هم يرجعوا يشغلوا الشركه تاني وان هم يوصلوا الاطفال اللي طلعت من المكنه، وكل طائر بياخد الطفل بتاعه علشان يوديه للعيله اللي كانت كاتبه الجواب من سنين. اما بقى جونيور وتوليب وكاسبر كانوا واخدين الطفل علشان يوصلوه لعيلته، ونيت هناك كان مستني هو وباباه ومامته الطفل ان هو يجي، وباباه ومامته بيتصدموا ان فعلا الطيور جايبه لهم الطفل زي ما هم طلبوا، وان حلم نيت اخيرا اتحقق وبقى ليه اخت علشان يلعب معاها. اما توليب بقى
بقى راحت هي كمان علشان تشوف اهلها اللي ما شافتهمش قبل كده، والعيله كلها بتصدم لما بتشوفها، واللي واضح ان هي كانت شبههم جدا. بيحضنوها لما بيعرفوا ان هي بنتهم اللي ضايعه من 18 سنه، وبيتدخل معاها جونيور علشان ياخدوا كلهم صوره عائليه. فيلمنا بيبدأ في الثمانينات مع عمك كلاجيرت الشبح جدا اللي ما بيرتكبش أي أخطاء خالص، وهو دلوقتي في مهمة تحت المية وفي لغم كبير جدا موجود، وزميله بيقوله شكل الموضوع تخين ولازم نستدعي بشري يفك اللغم ده. فكلاجيرت قال له ما تنشف ياض شوية، أنا اللي هفك اللغم ده. زميله قال له ما بلاش يا اسطى، اللغم ده لو اتفجر هيعملنا كلنا حواوشي. فكلاجيرت قال له أسد يالا في إيه، وقام قاطع السلك وفكك اللغم وطلع بيه بكل فخر على السفينه. وإذ فجأة كده بيسمعوا صوت تكه وبيطلع صابع البرومبا قطع السلك الغلط والسفينه كلها بتنفجر، وبيقع هو وزميله في الميه والسلسله اللي كان لابسها بتقع منه. في الوقت الحاضر بقى بيكون في 2 من الفقامات بيرسموا خطة عشان يصطادوا سمكة، والخطة كالتالي: هجوم سري مفاجئ. وقبل ما يعدوا ل3 بيجري واحد فيهم بس كان غبي وبيقول بعلو صوته هجوم مفاجئ سري وبيطفش السمكة، وبيفضلوا يجروا وراه لحد ما بنجي بيوقف كوين اللي هو الغبي وقال له هوب 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 بس استنى، رايح فين؟ هو احنا نعرف ايه اللي موجود هناك؟ وبيجاوب على سؤاله الشبح اللي شايف نفسه هناك ده، وبيقول لهم موجود هناك شوية أسماك قرش مفترسة للفقامات اللذاذيذ اللي زي حالاتهم، وبيعرفهم بنفسه ويقول لهم إن هو انا رمضان جانا يا عم، هو اسمه جيرالدو شبح المنطقة هنا، وبيقعد ينفخ في نفسه قدامهم. وبنجي قال له فكك منه ده شكله عبيط ويلا نرجع بيتنا، بس كوين السمكة زغللت في عينه وأصر إن هو يصطادها، وراح لحد عندها بس ملقاش السمكة، وطلعت سلسلة كلاجيرت اللي كانت وقعت منه، والكوين بيبحلق فيها وهو مبسوط بس بيشوف سمكة قرش وراهم وبتهجم عليهم، وبتيجي سمكة قرش تانية وبيتعازموا على مين اللي هياكلهم. فبيعملوا حركتهم اللولبية دي وبيهربوا منهم ويلبسوهم في بعض وبيكتب لهم عمر جديد. وعلى الجزيرة بتاعتهم اللي قاعدين فيها مأنتخين زي ما انتوا شايفين كده، بنجي بيقول لكوين متشكرين يا اسطى على الواجب الجامد ده، عشان رجعت لي مخصوص وما سبتنيش لقروش السكك تنهش فيا. وبيكون اكلهم على الجزيرة حاجة كده اسمها محار البرناقيل، زي القرنبيط عندنا كده بس طعمها استغفر الله العظيم، وبيكون هو ده الاكل المتوفر عندهم ومفيش غيره، وبتكون كل الفقمات زهقت منه. بس في فقمه كبيره بتقول لهم ما تقلقوش ميعاد هجره السردين قرب وهناكل لحد ما نتنفخ. وكوين بيقول له طب بالنسبه للقروش؟ قال له لا ما تشغلش بالك بيهم هننيمهم من المغرب. وبيناموا كلهم، لكن كوين بيقرر يدور على اكل في بقايا حطام السفينه الخاصه بالبشر، وبنجي بيروح وراه وبيدوروا على الاكل مع بعض. بس المكان بيكون تحت سيطره قرش كبير اسمه جرايمز، وبيطلع لهم وبينشلوا السلاسل على عينه وبيحاولوا يهربوا، بس القرش بيتعصب اكتر وبيهجم عليهم وبيفترس بنجي. وكوين اول ما بيشوف السلسله بتاعت صاحبه متعلقه في اسنان القرش انا ما بقتش خاف زي الاول، انا بقيت بخاف اكتر. بيقول يا روح ما بعدك روح، وبيديله القاضيه في الحته الفاضيه وبيجري، والقرش حلف لا يعمل معاه الصح، وكان خلاص القرش هياكله. بس بيظهر عمك كلاجيرت وبينقذ كوين، وبيستغرب ان لقى السلسله بتاعته معاه وبياخدها وبيسيبه مرمي على صخر. واول ما كوين بيصحى بيلاقي شويه طيور بتنقرص فيه، وقال لهم على مواصفات الفقمه اللي انقذته ودلوا على مكانه. وبيكون كلاجيرت عايش في السفينه اللي دمرها، اللي هو حرفيا خربها وقعد على تلها. يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. وطلب منه يعلمه ازاي يواجه القروش ويهزمهم، بس كلاجيرت رفض في الاول لحد ما كوين هدده ان هياكل كل السردين اللي عنده لو ما وافقش، فوافق وهو مضطر، وقال له بشرط تجمع فريق الاول. وكوين راح لاصحابه وحاول يقنعهم بالفكره، بس محدش عبره وكله عمل فيها من بنها، لحد ما قدر يقنع بيس وجيراردو اللي هو يا زين ما اخترت يعني، واخدهم وراح لكلاجيرت ونفخهم في التمرين. وبعد ما خلصوا قال لهم قشطه نبدا بقى الاختبار اللي بجد، وبيخليهم يتمرنوا على مواجهه القروش، والاتنين بيخسروا، بس كوين بيقرر يتعاون هو والفريق بتاعه وبينجحوا في القبض على القرش. وبعدين كوين بيكلم كلاجيرت وبيحاول يقنعه ان هو يستعين باصحابه القدام عشان يساعدوه، وبيفضل يلح عليه لحد ما بيوافق، وبيروح لصاحبه كلب البحر. مش تنمر والله، هو حرفيا كلب بحر. بس هما في الطريق بيشوفوا سمكه قرش كبيره جدا ده جاي لنا بقى، وبيخافوا منها، وتقريبا كده كلهم هيعملوها على نفسهم. بس القرش قال ايه طلع فيجيتيريان وما بياكلش لحوم، وبيقول لهم انا ديف، وبيطلع عبيط جدا الراجل ده عبيط قوي. وبيسيبوه ويمشوا لحد ما يوصلوا لسويتش كلب البحر، وبيكون عايش في مكان فشيخ جدا وبيفرجهم على اختراعاته الجباره اللي ملهاش اي 30 لازمه. وبيروحوا ينفذوا اول مهمه ليهم وبيواجهوا القرش، وبيستخدموا ادوات سويتش الجباره وبيقدروا يمسكوا القرش بس بعد ما مرمطهم شويه. وغرايمز بيعرف باللي حصل بيتضايق جدا وبيعمل الاتصالات بتاعته وبيجمع القروش، وبيروحوا يحاصروا الجزيره بتاعته عشان يخلوهم عبره. في نفس الوقت كان فريق الفقمات هايص وبيحتفل بانتصاره على سمكة القرش، وبتيجي الطيور وبتعرفهم اللي حصل، وبيرسموا خطة عشان ينقذوا الفقمات من غير خسائر، بس بيكونوا محتاجين قارب. وجيرالدو قال لهم انا اعرف هتجيبه منين، وقال لهم انه موجود في المكان اللي فقد فيه المزة بتاعته. وراحوا يجيبوا القارب بس لقوا هناك المزة بتاعته، وكانت حاجة كده زي رئيسه. وبعد محايلة كتيرة ليها وصلوا للقارب اللي كوين كان مبهور بيه جدا، واخدوه وراحوا ينقذوا الفقمات اللي القروش كانوا زنقوهم في جنب لوحدهم. فراحوا رشوا غاز اخضر بيجذب القروش ليه، وادوا فرصة للفقمات ترجع للجزيرة بسلام.
وروقوا على القروش وعلموا عليهم. بس عرفوا ان حصار الجزيره ده كان تمويه عشان جرايمز ينفذ خطته الحقيقيه، فالفريق بيتحرك عشان يمنعوا جرايمز من تنفيذ خطته، وبيسيبوا جيرالدو وجينج يعملوا تمويه للسمكتين القرش اللي كانوا بيراقبوهم. والفريق بيتحرك عشان يعرف مخطط جريمز لحد ما بيوصلوا لمقر جريمز اللي بيكون عامل مؤتمر صحفي وعازم كل اسماك القرش. وكوين اضطر يلبس البدله الخفيه بتاعت سويتش وفعلا اختفى وسمع خطه جرايم، وانه عايز يعمل كمين الفكومات في موسم الهجره بتاع السردين ويصطادهم كلهم مره واحده. لكن الاختراع الفشيخ ده طبعا لازم يبوظ وبيشوفوه، فبيفعل الخطة البديلة، وهي ان الاناديل كلها بتبخ الحبر الاسود بتاعها في كل مكان وتعمل تمويه عليه عشان يهرب. وفعلا بيهربوا، بس بيسيبوا كلاجيرت يواجه القروش لوحده. وكوين اول ما بيطلع بيعرفهم الخطة اللي هو سمعها، وبيفهمهم ان لازم يبلغوا كل الفقمات اللي على الجزيرة قبل فوات الاوان. وبيكون زعلان جدا لان كلاجيرت غالبا مات. ولما بيوصل الجزيرة بيكون الاوان فات، وبيلاقي القطيع كله راح لصيد السردين. فكوين بيقرر ان هو يرجع لفريقه ويحمي الفقمات باي ثمن، وبيقرروا ان هم يستخدموا خطة اخيل بتاعت فيلم طروادة، وبيستخبوا كلهم جوه سمكة القرش ديف. فاكرينه؟ الراجل ده عبيط قوي، اللي هو العبيط ده. وبيوصلهم لحد مقر جرايمز اللي بيكون مليان سمك قرش، وبيكونوا كلهم متجمعين جوه السفينه المهجوره. وكوين بيجيله فكره انه يحبس كل القروش جوه السفينه، وبيدي لكل فقمه مهمه فيهم وبينفذوها على اكمل وجه. بس للاسف برضه بتقدر تخرج، وكلهم بيجروا ورا الفقمات عشان يقرقشوهم. وفريق الفقمات بيحاول يهرب لحد ما بيدخلوا جوه حاويه وبيقفلوا على نفسهم. فالقرش بيقفل عليهم من بره ويحبسهم، وقال لهم انا هاكل الفقمات اللي بره الاول وبعدين ارجع احلي بيكم. والقروش كلها بتتحرك عشان تهاجم الفقمات، وبيجي جيرالدو يفتح لهم الباب ويخرجهم، ويقرروا يحاربوا سمك القرش. وبيستخدموا ادوات سويتش الجباره وبيهاجموا سمك القرش، وبيروقوا على كل اللي كان بيجي في سكتهم بالاسلحه بتاعتهم. بس للاسف رغم كل الفرق ده القروش برضه بتحاصر الفقمات من كل حته. وفجأة بيظهر كلاجيرت وهو سايق السفينة بتاعته، ومعاه صديقه الدولفين اللي ماسك المدفع، وقعد يضرب علب السردين على سمك القرش وروق عليهم. وكل سمكة قرش أخدت تلها في زعنفتها وهات الجري، وقدروا ينقذوا الفقمات كلهم وركبوهم في السفينة. وكوين قابل كلاجيرت وقال له ايوه يا ابو محسن يا عسل، وخده بالحضن وفرح انه لسه عايش. بس جرايمز هاجم كوين وكان هياكله، بس السلسلة اللي في اسنانه شبكت في سلسلة كوين، والفقمات كلها اتحدت وساعدوا كوين. وقام هو قرم السلسلة باسنانه وقطعها وقدر يفلت من القرش. وجرايمز وقع في مشهد اوفر الصراحة، والغباء اشتغل وكان فاكر نفسه هيموت، وإذ فجأة افتكر انه سمكة ومش هيموت. بس ده كان قبل ما السفينة تتحرك ناحيته وتفرمه بالمروحة بتاعتها. واستقروا على الجزيرة بالسفينة بتاعتهم، ومبقاش في أي قرش يجرؤ إنه يجي ناحيته. والقرش بس اللي كان بيفكر يعمل كده كان بيلاقي فريق الفقمات الجامد جدا الجاهز جدا عشان يواجهه.